الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أنا النهاردة هاعمل البيتزا الحلوة اللي قدامكم دي بطريقة هتعجبكم جدًا وسهلة جدًا وجميلة، وإن شاء الله تعجبكم وهتكون يعني بُصّوا لو عملتوها في البيت أوفر لكم بكتير. وما تنسوش تحطوا لي لايك. هنبتدي ب3 كوبايات دقيق، 3 كوبايات دقيق هنعايرهم. أنا باعمل يعني مقدار دلوقتي لصينية واحدة، أوريكم يعني إزاي الصينية الواحدة هي تاخد 3 كوبايات دي. أنا عندي المعيار دهوّة الطبق ده هو معيار كوباية، خلاص. أدي 3 كوبايات دقيق، وبعدين معلقة خميرة، يعني معلقة كده معلقة خميرة وعليها نُص كمان تين الملح معلقتين لبن بودرة، معلقة سكر، عشان أنا حطيت الخميرة في الدقيق، يعني أنا ما حطيتش الخميرة عملتها لوحدها، أنا حطيت الخميرة هنا في الدقيق، فحطيت لها السكر والملح مع بعض، وابتديت أهوّة أضرب الحاجات الجافة. حطيت دلوقتي اللبن الرايب يكون دافي. ال3 كوبايات دقيق دول تقريبًا هياخدوا ما بين كوبايتين ونُص مثلًا لبن. على فكرة لو أنتم مش عايزين تحطّوا لبن ممكن تعجنوها بمَيّة، بس أنا باحب اللبن لإن العجينة بتبقى حلوة أوي، أوي في اللبن الرايب أو الزبادي. بالِم العجينة بإيه، بالِم العجينة بمعلقة زيت، خلاص؟ الأول باحطها وهي بتتضرب بمعلقة زيت، وبعدين بالِمّها بمعلقة زيت تانية، ودلوقتي هي خمرت، هاخد منها يعني الحتة اللي أنا هاخدها دي هي اللي هتطلع الصينية. هاوريكم دلوقتي الصينية مقاسها قد إيه. الصينية مقاسها كبير، باحط إيدي فيها زيت علشان ما يلزقش في الجوانتي. بالِم العجينة على بعضيها كده علشان أعملها زي الكورة، وأضبّط إن مقاس العجينة تبقى على قد الصينية، لإن أنا ما باحبش البيتزا تكون تخينة. وبعدين خدوا بالكم إنها بتخمر زيادة في الصينية، ودي الصينية هادهنها بالزيت. هاجيب الزيت بالفرشة كده بسرعة، أدهن الصينية بالزيت علشان لمّا أنا أعملها في الفرن ما تلزقش، خلاص؟ دهنت الصينية كويس أوي، بادهنها كويس، أبطّنها كده بالزيت كويس، أحط العجينة وابتدي بقى إيه، أفردها واحدة، واحدة كده، وأفضل أبطّطها لغاية ما تتفرد معايا في الصينية. ممكن آخد نقطة زيت على الجوانتي عشان ده الزيت بيخلّي إن العجينة تفرد بسرعة معايا، لإن في دقيق لمّا بتعجنيه بيبقى ما بيفردش معاكِ بسهولة، بس أنا هنا عشان مدخّلة لبن رايب ولبن بودرة العجينة طرية وبتتفرد بسهولة معايا، شايفين؟ بُصّوا اتفردت معايا بسهولة إزاي. عادةً يعني إن أي حد بيعمل عجينة بيبتدي يعملها ويسيبها مكوّرة كده لغاية ما ترفع. حاجة اسمها العجينة ترفع، إن أنتِ لمّا تيجي تبطّطيها تبُصّي تلاقيها بتتبطّط معاكِ بسهولة. خلاص بُصّوا أنا بطّطتها، على فكرة مقاس الصينية دي كبير على فكرة يعني، وهتشوفي دلوقتي مع الفرد، شايفة عمّالة بافردها إزاي. كل ما تحسّي إنها ما بتتفردش معاكِ بسهولة ممكن تحطّي نقطة زيت على الجوانتي وتبتدي تعمليه يعني تبطّطيها. بُصّوا هي خلاص كده قرّبت تتفرد للآخر. والله دي كانت أحلى عجينة المرّة دي وبتتفرد بسرعة جدًا. أيوه، عملتها بالشوكة كده، فرّغتها بالشوكة علشان أفضّي الهوا، عشان لمّا تيجي تخُش الفرن ما تبقاش منفوخة. حطيت الصلصة دي يا جماعة أنا عاملاها صلصة بيتزا، عبارة عن إيه، طماطم بابشرها كويس وباحط عليها توم ني مفروم، وباحط عليها ملح، وباحط عليها شوية فلفل أسود وزعتر، وباغليها لغاية ما تتخن شوية، وبعدين هي دي بتبقى صلصة البيتزا اللي أنا باعملها، وباعملها وباشيلها في التلاجة أو في الفريزر، وباطلّعها وقت الاستعمال. خلاص، الصلصة بالطريقة دي، أيوه، وبعدين بعد كده بقى هابتدي أجيب الخضار فلفل ملوِّن، مش شرط فلفل ملون، ممكن يكون أخضر بس، فلفل ملون وزيتون ومشروم. حُط المشروم الأول، أفرد المشروم كده، حطّه أملاه العجينة كلّها من على السطح بالمشروم، وبعدين بعد كده حُط بقى الفلفل والزيتون. خلاص، حطينا يعني أنا باحب بصراحة إن أنا أحط مشروم كتير، وعندي ابني بيحب المشروم جامد، فعشان كده أنا باحب يعني أعمل البيتزاية متكلفة بصراحة. يعني أنا دلوقتي لو جبت البيتزا دي من أي محل هتبقى يعني مبلغ كبير جدًا. أنا باعملها بتمن واحدة باعمل 3. لمّا باعملها في البيت طبعًا بتبقى أوفر لي وأوفر لولادي، بأكّلهم حاجة نضيفة، وباخلّي يعني البيتزا دي بتبقى معمولة بنضافة جدًا. عندي الجبنة الموتزاريلا دي حاطة فيها حتّة يعني حتّة توم مفروم مع شوية زعتر،
ومقلباهم فيها، مقلباهم في الجبنة، بافرد الجبنة كويس أوي كده على البيتزا، يعني هي بيتزاية متكلفة جدًا، جدًا، وهتطلع روعة وهتشوفوها كمان لمّا تطلع من الفرن، صدقوني والله هتتبسطوا بيها جدًا وأحلى من أي بيتزا. أنا بقيت أجيب البيتزا من برّه دلوقتي معلش يعني، العجينة ما تحسّيش إنها عجينة أصلًا خبز، يعني تحسّي إن فيها حاجات كده فانيليا، ما أعرفش إيه اللي بقوا بيفتكسوا في الحاجة يعني. لكن أنا على فكرة باحب أعمل الأكل بنفسي، ودايمًا أشوف إن أكل البيت أحلى من أكل الشارع بكتير. حقيقي العيال بيحبوا يخرجوا وبياكلوا، بس أنا يعني باعمل حاجة في البيت أنضف بصراحة. ودلوقتي هندخّلها الفرن وهارجع وأورّيكم أمّا تطلع من الفرن شكلها إيه، هتبقوا أنتم نفسكم دخّلناها الفرن خلاص أهيّة، بصّوا، بصّوا الحلاوة بقى، هتشوفوا بقى دلوقتي، بصّوا الجمال، إيه رأيكم؟ إيه رأيكم؟ تحفة جدًا، تحفة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطّوا لايك وشير، شكرًا.